جسمه ننزل على الهواء. سلام على راسي سلام. على الشاشة. يلا دقيقة اوكي استمرار. ايه رايك؟ شوي 100 ايه نعم ايه نعم يلا ها احمد يلا سيبي بعد سيبي بعد ها. السلام عليكم، شلونكم بنات؟ عظم الله أجركم بمصاب أبي عبد الله الحسين. شفتوا بنات بداية الفيديو خليت المقطع سحبت أرباح القناة. طبعا هاي مالتي كم شهر مجمعتهم أنا وجبت ثواب. سويت بيوم 10 ليلة الطبق، واختي هم جابت وياي ثواب وسوينا، يعني هي سوت دجاج وتمن وانا سويت مرق حمص مجروش، هذا الطنا بالكمية. شاركنا بي انا وصديقتنا، طبعا صديقتنا من الطفولة، يعني احنا جوارين سوا، والحد يعني الحد هسه الحمد لله والشكر علاقتنا مستمرة. العام أنا طبخت عندهم فاصوليا وطلعت كلش طيبة، ويعني نذرت قلت إذا يصير عندي بيت إن شاء الله أطبخ بعد وأسوي قراية من بيتي، بس يعني هو كله رزق من رب العالمين، وأكيد بوقته يعني رب العالمين راح يقسمه إلي هذا الشيء. فهاي السنة هم عندنا نفس الشيء، حجينا عندهم، وهي هم شاركتني بالطبخ. سوينا مرقة قيمة، لا مو مرقة قيمة، العفو مرقة حمص مجروش، يعني مو قيمة، لأن القيمة هي بالحمص العادي لازم، ويراد لها حيل وزلم يعني يدقونه، وهذا بعد احنا وين، احنا راح العمر بينا ما بينا حيل، يا دوب يعني قوة نحرك المس الكبير. والحمد لله والشكر، يعني طلع الأكل كلش طيب، وبعد ما دام ثواب يعني للإمام الحسين أكيد يطلع طيب، الحمد لله والشكر. تطلع بيه نكهة ويطلع بيه طعم خاص، يعني عجيب والله. يعني تشوفين ايش قد انتي مثلا شبعانة وايش قد ماكلة، بس إذا تمرين على موكب لازم توقفين وتاكلين. الأكل إله طعم خاص، يعني عجيب الحمد لله والشكر. يعني هاي نعمة من رب العالمين، انه احنا يعني عندنا هاي المواكب وعندنا هاي المراسيم، الحمد لله والشكر. هنا أنا طبعا هاي البهارات راح اخليها على اللحم، يعني مو على المرقة. هاي سويت البهارات، وبدينا هنا أنا طبعا هاي بالليل بدينا نطبخ، وخلينا يعني الجدورة، أنا خليت اللحم وأختي خلت الدجاج، وكملنا يعني هنا بدأ يسلق، ويعني كانت الأجواء حسينية، ومخلين احنا يعني بالدي جي خلينا لطمية. تمنيت يعني تظهر الأصوات أخليها، بس تدرون بعد كل واحد إله خصوصيته، يعني يجوز الموجودين مثل ما يقبلون تطلع أصواتهم، لأن هو هذا مو بيتي ويعني مو خاص بي الطبخ، فلهذا السبب يعني ما خليت الأصوات كلها ظاهرة، بس كانت الأجواء يعني كلش حلوة. وكملنا يعني الطبخ، ويعني بيها كانت يعني شقل لكم. هنا أنا صارت تقريبا يعني صلاة الفجر، بدأت صلاة الفجر وإحنا بعدنا جاي نطبخ. كان الهواء كلش عالي وما خلى، شوفوا يعني هسه شلون النار جاي تتطاير. اي فبوقتها يعني الحمد لله والشكر صار شمال، كان قبلها كلش شرجي وخنقة. اي وهنا أنا صارت يعني شوية تغير الجو الحمد لله والشكر. فبدينا يعني ننزل الشغلات واحدة ورا الثانية، اللحم والحمص وبعدين المعجون. وسبحان الله والله تدرون هنا أنا من المس مو كبير، وأنا إيدي ما أقدر أحركها، بعد تدرون بعد بها خلع،
فنذرت قلت يعني أنا أريد أحرك إيدي حتى من بركة الإمام الحسين شوية يعني تتحرك. والحمد لله والشكر ما قصر وياي الإمام الحسين. تدرون والله يعني حتى طلعت طقاقتين والله بإيدي. ومن خلصنا يعني الطبخ باوعت لها الإيدي يا كش ما بيها. اي والله ايدي راحن الطقاقات اثنيناتهن. وحتى بيوم القاسم من سويت الصينية وصارت القراية هم يعني جوارين يعني بالمنطقة القديمة كنا بيها هناك. يعني هسه اللي بيها بيت اخوي وبيت اختي. نروح هناك احنا يعني بصينية القاسم ناخذها ونروح عندهم. فمن صار يعني القراية وصار اللطم وهاي انا بعد ايدي ما اقدر احركهن. فنذرت قلت خل احركهن واطلب مراد من الامام القاسم على مود ايدي شوية يفتكن واقدر احركهن. فلطمت صدق يعني والله والقرآن يعني صدق ايدي ظليت ارفعها الحمد لله والشكر. يعني هاي ايدي اليمنى الحمد لله والشكر يعني جاي ارفعها واحركها. وحتى اليوم يعني هسه بالدوام من اشتغلت الحمد لله والشكر زينة يعني مو مثل كل مرة. اي فالحمد لله والشكر احنا يعني عندنا يعني هاي الشغلة نطلب امراض من اهل البيت ما يقصرون اهل البيت. الف الحمد لله والشكر. حتى والله اليوم بنية عندنا بالدوام هم سولفت لي يعني شغلة بتها ذاك اليوم يعني وصلت للموت ووقفن كلياتها بسبب ضغط على الطفل. كانت حامل ومات الطفل فدوة إلها. فمركبي لها هي مالت الغسل مالت الكلية. هم أمها مسوية موكب وتعبانة وتطلب من الإمام تقولوا يعني وهي نايمة البنية طاحت الصوندة من عندها من بعد ما غسلوا لها 5 مرات. تقولوا طابت بوحدها ودوها للطبيب تعجب عليها الدكتور. يعني قال لهم ما شاء الله البنية طيبة وبعد حتى ما تحتاج غسل. وكلها هاي من كرامات أهل البيت. الحمد لله والشكر. ألف الحمد لله والشكر. أنتم من خلال هذا الفيديو طلبوا مرادكم وإن شاء الله يعني أهل البيت يوقفون يم رب العالمين وما يقصرون ويانا وينطوننا كل شيء نريده. ألف الحمد لله والشكر على هاي النعمة. ما تنسون هنا طلبوا مرادكم. وهنا هم بعد خبز العباس هم كانت يعني أم هاي البنية قلت لكم صديقتي هم قرايبنا هي يعني من الصير من بعيد نسب يعني بيناتنا. هم كانت ناظرة خبز العباس وهم وزعنا. وهذا اللبن طبعا بعدين تذكرنا هم يعني هم صاحبتنا كانت جايبة اللبن ونسينا بعدين يعني مو الكل وزعنا القسم الأخير. وهنا كملنا وهاي يعني لماعين هاي البقية الجدورة يعني رتبناهن وغسلنهن البنات والحمد لله والشكر وزعنا وكملنا. وإن شاء الله ثواب واصل وإن شاء الله ما تنقطع هاي العادة. ونشوفكم فيديوهات جديدة. مع ألف سلامة.